موظف أمن ما بيحبش شغله بيتم تهديده ليلة رأس السنة بقتل حبيبته أو تهريب شنطة جواها أخطر سم عصبي في العالم. بيبدأ فيلمنا مع شخص مجهول وهو رايح لمحل بيبيع أشجار بمناسبة الكريسماس، وبيقابل هناك شخص اسمه أوليك وبيسيب قدامه شنطة مليانة فلوس، فبيطلب أوليك من يوري المساعد بتاعه يدخل المخزن وبيفتح الشنطة، ولما بيتأكد إن المفتاح مش مزور بيدي المفتاح للشخص المجهول وبيقوله إن الشنطة اللي عايزها في عربية ورا المحل. ولكن أول ما أوليك بيلمس وشه بيتخنق وبيقع على الأرض، وبيخرج يوري على الصوت ولكن الشخص المجهول بيقتله بمسدسه وبيحرق المكان كله وبيروح ياخد الشنطة وبيمشي. وفي مكان تاني بنشوف شاب اسمه إيسان مع حبيبته الحامل نورا، وبيكونوا في طريقهم لشغلهم في المطار، وبيكون إيسان واضح عليه القلق فبتطلب منه نورا يهدى وبتعرفه إنهم هياخدوا بالهم من ابنهم مع بعض، وبتقوله إنهم هيتحملوا مسؤوليته سوا، وبتطلب منه يرجع يقدم في أكاديمية الشرطة مرة تانية لأنه مش سعيد في شغله. ولما بيقول لها إيسان إنه ما تقبلش فيها بتقوله إنه ما حاولش غير مرة واحدة وبس، وبتقوله إنه لازم يحاول تاني لأنه تعيس في شغله وفي حياته كلها، وبتطلب منه يفكر في الموضوع مرة تانية. ولما بيوصلوا المطار بيوعدها إنهم هيسافروا تاني يوم علشان يحتفلوا بالكريسماس، وبيقول لها إيسان إنه هيقابلها في استراحة الغدا، وبيروح كل واحد فيهم لشغله. وبيكون إيسان مجرد موظف أمن على عكس نورا اللي بتكون مديرة ناجحة في شغلها جدا لأنها بتحبه. وبيوصل إيسان لاجتماع ساروكسي مديره متأخر كالعادة، وبيعرف من الضابط ليونيل إن في تذاكر مزيفة مع بعض المسافرين ولازم يكتشفوها، وبيشرح لهم إزاي يقدروا يكتشفوها من خلال الأقلام الخاصة بيهم. وبعد الاجتماع بيتكلم إيسان مع جيسون صاحبه في الكلام اللي نورا قالته، وبيقول له جيسون إن نورا عندها حق لأنه فعلا بيكره شغله وبقاله 3 سنين ما ترقاش ولا تقدم في شغله، وبيقول له إن كل اللي هو بيعمله هو إنه بيحافظ على وضعه من غير ما يترفد، وبيقول له إن الوضع اختلف لأنه هيبقى عنده طفل ولازم يكون قد المسؤولية. فبيقتنع إيسان بكلامه وبيروح لساروسكي وبيقول له إنه عاوز يمسك شغل كتير وبيقدم على طلب ترقية، ولكن ساروسكي عارفه وبيرفض ترقيته، وبيقول له إنه ما ينفعش يعتمد عليه لأنه أكتر واحد ما بيحب الشغل في كل الموجودين. وبيدخل مكتبه وبيقفل الباب وبيقف إيسان يفكر مع نفسه شوية وبيدخل وراه، وبيلاقي جيسون وليونيل معاه ولكنه ما بيهتمش وبيوجه كلامه لساروسكي وبيقول له إنه فعلا ما بيحب شغله ولكنه ما خدش أي مخالفات ولا تقدم أي شكوى ضده، وبيقول له إن هو دلوقتي عاوز يتغير ويثبت كفاءته. فبيقول له ساروسكي إن قراره متأخر لأنه كل موظف في مكانه خلاص، ولكن جوش بيقرر يشجع صديقه وبيطلب من ساروسكي يبدل مكانه معاه وبكده إيسان هيقدر يثبت كفاءته. وبيوافق ساروسكي وبياخد إيسان قلم كشف التذاكر المزيفة من ليونيل وبيروح لمكانه الجديد، وبيبعت رسالة لنورا وبيعرفها اللي حصل وبيكون مبسوط. ولما بيوصل لمكتبه بيكون المطلوب منه يكشف على الشنط ويكتشف فيها مخالفات ولا لأ، وبنشوف في جراج الفندق عربية فيها قناص خاطف جيمس سواق العربية، ومن خلال الجهاز اللي معاه بيقدر يشوف كل حاجة في صالة المطار، وبنعرف إن هو اللي قتل أوليك وإنه عاوز يهرب الشنطة من المطار وعلشان كده كان خاطف مرات جيسون وأولاده علشان يجبره يعدي الشنطة من غير تفتيش. ولكن في آخر لحظة بيكتشف إن جيسون مش في مكانه وبيكون كيم شريكه في المطار، ولما بيتصل بيه وبيعرف منه إن جيسون مش في مكانه بيطلب منه يلغي العملية وما يخطفش عيلة جيسون لأنهم مش هيعرفوا يستغلوه، وبيطلب منه يعرف معلومات عن إيسان بسرعة، وبيقدر يدخل على السيستم وبيشوف بياناته وبيعرف منها عنوانه وبيبعت حد على العنوان اللي بيكون قريب جدا من بيت جيسون، وهناك بيشوف ورقة تخص نورا وبيعرف إنها مديرة في البنك وكمان حامل، وبيقرروا يستخدموها لابتزاز إيسان. وفي المطار بيكون إيسان في مكانه بيفتش الشنط لحد ما بتقوله بنت إنها لقت حاجة على سير التفتيش بتاعتها وبتكون إيربودز، فبيستغرب إيسان وبياخدها علشان يحطها في المكان المخصص للمفقودات، ولكن بتوصل له رسالة من رقم مش معروف على تليفونه بيطلب منه يلبسها. وفي البداية بيعتقد إيسان إن إيد زميله بيعمل فيه مقلب، ولكن بيفهم إن الموضوع بجد وبيقعد مكانه وبيحاول يهدى، وبيقول له كيم إنه عاوز يهرب شنطة فيها ألماظ من غير ما تتفتش، وبيقول له إنه لو ما نفذش اللي هيطلب منه هيقتل نورا، وبيكون شايف إن إيسان موظف فاشل ما ترقاش من 3 سنين وأكيد هيعرف يستغله، وبيعرفه إنه بيراقبه ولو حاول يتكلم مع حد هيخلص على حبيبته.
ولما بيحاول إيسان يتصل بالطوارئ، القناص الموجود في العربية بيشوفه من كاميرات المراقبة وبيقول لكيم بسرعة، فبيحذر إيسان إنه هيقتل جوش وإيدي ونورة وأي شخص مهم بالنسبة له لو ما نفذش التعليمات، وبيخليه يقفل التليفون وبيحطه في درج المفقودات. وبره المطار بنشوف المحققة إلينا وهي رايحة المحل اللي اتحرق، وبتكون عارفة إن أوليك عضو في مافيا براتفا الروسية، وبتلاقي جهاز تصنت في ساعته ولكنه بيكون بايظ بسبب الحريق، فبتاخده علشان تحاول تصلحه وبتبعت الجثة للطب الشرعي علشان يعرفوا سبب الوفاة. ولما بنرجع المطار تاني بنشوف كل الموظفين في مكانهم وبتكون كل حاجة طبيعية، ولكن إيسان بيكون متوتر جدا وبيطلب منه كيم يتصرف بشكل طبيعي علشان محدش ياخد باله من حاجة، ولكن إيسان بيقوله إنه خاطف حبيبته وبيهدده إزاي عايزه يكون هادي، وبيكون بيتكلم بصوت عالي علشان كلامه يتكتب في رسالة في الساعة بتاعته، ولكنهم بيكتشفوا خدعته بسبب كاميرات المراقبة، وبيجبروه يقلع الساعة ويشيلها مع التليفون، وبيحذروا إنه لو عمل أي غلطة تانية هيعاقبه بموت والده ووالدته، وبيعرفوا إن الشخص اللي معاه الشنطة قرب يوصل، ولما بيسألوا إيسان الشنطة فيها إيه بيرفض يقوله، وبيقوله إن الشنطة دي لازم ما تتفتحش مهما حصل، وبيوافق إيسان على كلامه وبيكمل تفتيش في الشنط. وبتروح المحققة إلينا لشخص اسمه هرشيل علشان يصلح جهاز التصنت، وبيتوقع هرشيل إن اللي قتل أوليك أشخاص من العصابة الروسية اللي بيشتغل فيها، ولكن إلينا بتكون مختلفة معاه لأنها عارفة إن أوليك بيشتغل معاهم من سنين طويلة ومقتلوه من غير داعي. ولما بيركز إيسان في المطار مع الأشخاص والأصوات الموجودة حواليه بيقدر يوصل للشخص اللي بيكلمه وبيحدد مكانه وبيركز معاه، فبيتخانق معاه الشخص اللي مستني شنطته تتفتش لأنه اتأخر، فبيطلب إيسان ليونيل وبيطلب منه يتأكد إن التذكرة مش مزورة وهو هيفتش الشنطة، وبيستغرب ليونيل لأن الشنطة باين عليها طبيعية على الجهاز، فبيقرب منه إيسان وبيلمح له إن في وضع مش طبيعي، فبياخد ليونيل التذكرة منه، ولما بيفتحها وبيفحصها بيلاقي إيسان كاتب فيها معلومات، فبياخدها وبيتحرك في الاتجاه اللي إيسان شاور عليه، ولكن إيسان بيتفاجئ بإن كيم اتحرك من مكانه، وبيقابل ليونيل وبيحقنه بمادة مجهولة وبسرعة رهيبة، وبعدها على طول بيقع ميت على الأرض، وبياخد كيم التذكرة من إيديه بسرعة وبيبص لإيسان علشان يعرفه إنه ما بيهزرش، وبيروح إيسان يقعد في استراحة لوحده، وبيروح كيم يقعد قريب منه وبيقول لإيسان إنه السبب في قتل ليونيل، وبيقول له إنه لو ما نفذش اللي هيطلب منه هيتسبب في قتل نورة هي كمان، وبيقرب منه أكتر وبيقول له إنه مش عاوز يقتل حد وكل اللي عايز يوصل له هو إن الشنطة تدخل الطيارة، وبيفتح التذكرة وبيكون إيسان كاتب فيها إن في شخص بيهدده بنورة، وبيطلب من ليونيل إنه يدور عليه قريب من البار، وبيتوقع إنه من نيو جيرسي، وبيعجب كيم بذكاء إيسان وبيقطع التذكرة قدامه وبيطلب منه ما يفكرش تاني وإلا نورة هتموت، وبيعرفه إن شريكه اللي معاه الشنطة هيدخل بعد 10 دقايق لابس كاب لونه أحمر، وبيحذره ما يحاولش يعمل أي تصرف متهور وبيسيبه وبيمشي. ولما بيرجع إيسان لمكانه جيسون بيكون بيشتغل مكانه وبيكون مش مصدق اللي حصل لليونيل، وبيعرف إيسان إن نورة اتصلت عليه كتير فبيقول له إنه هيكلمها، وبيشكره لأنه غطى مكانه وبيطلب منه يرجع مكانه، ولكن جيسون بيعرفه إن ساروسكي استبعده، فبيروح إيسان يتكلم معاه تاني وبيطلب منه يرجعه مكانه، ولكن ساروسكي بيقول له إن اليوم مش مناسب بسبب اللي حصل وبيوعده إنه هيديله فرصة تانية لما يكون الوضع مستقر أكتر وبيسيبه وبيمشي، ولكن كيم بيقول له إنه لازم يرجع مكانه في خلال 10 دقايق وإلا هيبدأ في تنفيذ تهديداته، وبيطلب منه يلاقي طريقة يرجع بيها لمكانه بسرعة. ولما بيفكر إيسان بيجي في باله فكرة وبيروح ياخد مشروب وبيحطه في قهوة وبيبدلها مع قهوة جيسون من غير ما ياخد باله، وبيمثل إنه نسي تليفونه وبيروح ياخده من الدرج وبيقف في مكانه، وبيروح يبلغ إن جيسون بيسكر في أوقات الشغل. ولما بيروح ساروسكي وبيتأكد من قهوته بيرجع إيسان مكانه وبيقول لجيسون يرجع بيته، وبتقدر إلينا توصل لاسم نوفيتشوك في التسجيل الموجود على جهاز التصنت، ولما بتبحث عنه بتعرف إنه أخطر سم عصبي في العالم مصنوع في روسيا، وبتتأكد إن الموضوع خطير جدا وبتتصل بوزارة الداخلية، وبيكون الشخص اللي معاه الشنطة وصل لإيسان وحطها في مكان التفتيش، وبيعرف إيسان إن الشنطة فيها قنبلة جواها مادة كيميائية خطرة جدا، ولكنه ما بيعرفش يتصرف إزاي وبيخليه يعدي، ولكن بيقدر يشوف تذكرته وبيعرف هو هيكون في رحلة إيه، وبيحاول يفكر في حل، ولكن المهربين بيعرفوا إن لينا اتصلت بوزارة الداخلية، وبيروح كيم للحمام اللي يكون مش متخيل إنه هيتسبب في قتل كل الموجودين على الطيارة، وبيسألوا إيسان عن المادة الموجودة في القنبلة فبيعرفوا إنها سم عصبي، وإن السم ده بيتسبب في نوبة قلبية ونزيف داخلي بيسبب الوفاة،
وبياخد تليفون إيسان منه وبيقول له إيسان إن الطيارة هيكون فيها أطفال، ولكنه ما بيكونش مهتم غير بإنه ينفذ مهمته علشان ياخد فلوسه وبس، وبيقول له إنه هيبقى حر بعد ما الطيارة تتحرك، وبيطلب منه يروح استراحة الغدا مع نورة علشان كل حاجة تبان طبيعية، وبيعرفه إنه هيكون بيراقبهم. وبيروح إيسان يتغدى مع نورة ولكنه ما بيكونش طبيعي، وبتقول له نورة إنها مش مبسوطة إنه قرر يكمل شغل في المطار، وبتطلب منه يقدم تاني في أكل الشرطة، وبتطلب منه ما يخافش ويحاول تاني. وبيفضل كيم يمليه كلام يقوله علشان نورة ما تلاحظش إنه متغير، لحد ما بيتعصب إيسان عليه وبيزعق له، وبتفتكر نورة إنه بيكلمها هي وبتزعل، فبيعتذر لها إيسان وبيتفقوا يتقابلوا بالليل. وبيروح ضابط من وزارة الداخلية لإلينا وبيعرفها إن اسمه جون ألكوت، وبيكون كونلي مديرها شايف إنها مكبرة الموضوع ومفيش أدلة قوية، وبينصحها ترجع البيت وتقضي الأجازة مع عيلتها وبيمشي. ولكن مساعد نورة بيعرف إن في ضابط مات في المطار، وبيعرف إن إيسان اتصل بالطوارئ وبعدها تليفونه كان مقفول فترة طويلة، وبتحس إلينا إن شكها هيطلع صح وإن الموضوع ليه علاقة بقضيتها، وبتطلب من أمن المطار يفتشوا الركاب المسافرين، وبتديهم اسم 50 شخص مشكوك فيهم، وده بيكون هيعمل عطل كبير بسبب الزحمة، ولكن أمن المطار ما بيكونش قدامه حل غير إنه ينفذ الأوامر. وبيقدر إيسان يضيف اسم فلوريس اللي معاه الشنطة في القايمة من غير ما حد يشوفها، ولكن ويليام زميله بياخد باله إن تصرفاته غريبة وبيبدأ يشك فيه. ولما بيخرج إيسان من المكتب كيم بيشك إن هو اللي حط اسم فلوريس في القايمة، وبيقول له إنه لازم يتصرف ويمنع تفتيشه. ولكن إيسان بيقلع السماعة وبيقول له إنه كل حاجة خلصت، وبيجري بأقصى سرعة وبيروح لنورة وبيقول لها إنهم لازم يمشوا بسرعة، ولكنها بترفض تمشي معاه وبتقول له إن روشيل مرات جيسون اتصلت عليها وعرفتها إنه تسبب في طرد جيسون، وبتقول له إن هو عمل كده علشان يترقى، وبتطلب منه يوضح لها هو بيتصرف بغرابة ليه. ولكن قبل ما يقول لها أي حاجة بيشوف نور أحمر عليها، وبيعرف إن في قناص تاني مستهدفها، فبيلبس السماعة تاني وبيجبره كيم إنه يمشي من غير ما يقول. هو بيدخل إيسان حمام وبيروح كيم وراه وبيضربه وبيقول له إنه جبان وعمره ما هيكون ضابط شرطة، وبيكون هيخنقه. ولكن إيسان بيقدر ياخد مسدسه وبيهدده بيه، ولكن كيم بيقول له إنه لو قتله القنبلة هتنفجر في المطار وهيموت 10,000 شخص بس بدل ال 250 شخص اللي كانوا هيموتوا على الطيارة، وبيعرفوا إن القنبلة قدامها 10 دقايق وتنفجر. فبيهددوا إيسان إنه هيقتله لو ما وقفهاش، وبيقول له يروح معاه أوضة التفتيش، ولكن كيم بيقول له إنه مش هيروح معاه، ولكن بيقول له إنه هيساعده يوقفها لأنها لو انفجرت في المطار هو كمان هيموت. وبيروح إيسان بسرعة لأوضة التفتيش وبيكون ساراسكي هو اللي مع فلوريس، وبيقول كيم لإيسان يدخل يقتله من غير ما يقول أي حاجة وإلا مش هيساعده يوقف القنبلة، وبيترجى إيسان ما يجبروش يقتل حد، وبيفضل ساراسكي يقول له يهدى، وبيقول له إنه هيكون أب قريب وأكيد مش عايز يقضي حياته في السجن، وفعلا ما بيقدرش إيسان يقتله، وبينزل المسدس. ولكن فلوريس بياخد القلم الموجود قدامه وبيطعن ساراسكي بيه في رقبته، وبيحاول إيسان يساعده ولكنه ما بيلحقش، وبيعرف إن فلوريس هو كمان زيه وإنهم بيهددوه بجيمس صديقه، وبيفتح إيسان الشنطة وبينفذ تعليمات كيم. ولكن ويليام بيحاول يفتح الباب وبيسأل إيسان هو قافل الباب ليه، وبيكون فلوريس عاوز يقتله، ولكن إيسان بيطلب منه يثق فيه وبيطلب منه يخبي جثة ساروسكي، وبيحاول هو يوقف القنبلة لأن مش باقي غير 7 ثواني بس. وبتتأكد إلينا إن ليونيل اتقتل بسم عصبي، وبتعرف إن في 4 أشخاص مشكوك فيه مسافرين في نفس الرحلة، وبتكون في طريقها هي للمطار. وبيقدر إيسان في الوقت ده يوقف القنبلة، وبيدخل ويليام المكتب وبيسأله هو قفله ليه، فبيعرفه إيسان إنه كان بيفتش الشنطة. وبتعرف إلينا من هارشل إن العميل جون لسه ما وصلوش، ولما بتبص على الشخص اللي معاها وبتشوف وشم على إيده فبتفهم إنه مزيف ومش من وزارة الداخلية، وبتطلب من هارشل يعرف كونلي إنها مع العميل جون ألكوت، وبتنهي المكالمة علشان يفهم إن في حاجة غلط. وفي المطار بيفضل ويليام شاكك في إيسان وبيقول له إنه هيفضل وراه لحد ما يكتشف هو مخبي إيه، وبيسيبه وبيمشي، وبيقول لهم كيم إن الطيارة قدامها نص ساعة وتتحرك ولازم يتحركوا أسرع. وبتطلع إلينا مسدسها وبتهدد الشخص اللي معاها بيه، وبتعرفه إنها اكتشفت خدعته، فبيعرفها إنهم اخترقوا السيستم بتاعها من 3 أيام. ولما بتسألهم هيعملوا إيه بالسم العصبي بيعلي سرعة العربية جدا وبيخليها توقع المسدس بتاعها وبيحاول يقتلها، ولكن العربية بتتقلب بيهم ولكنه ما بيستسلمش، وبيحاول يخنقها تاني لحد ما بتنجح إلينا في إنها توصل للمسدس وبتقتله بيه، وبيساعدها شخص من على الطريق تطلع من العربية. وأول حاجة بتعملها بتتصل بهارشيل وبتعرفه إنهم اتخدعوا من العصابة، وبتوقف واحدة على الطريق وبتعرفها إنها شرطية وبتاخد عربيتها منها،
وبيتواصل كيم مع فلوريس وبيخليه يكلم جيمس وبيعرفه إنه لازم يقتل إيثان علشان ينقذوه. وبيطلع فلوريس مسدسه ولكن إيثان بيشوفه في المراية وبيقدر ينقذ نفسه من الرصاصة. وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيقعوا مع الشنط على السير. وبيحاول إيثان يرجع فلوريس عن قراره ولكنه بيكون مصر يقتله. وبيحاول إيثان يهرب منه من غير ما يأذيه لحد ما بيتصاب فلوريس في رقبته. وبيعتذر لإيثان وبيموت. وبياخد إيثان تليفونه وبيحاول يتصل بنورة ولكنها بتكون مشغولة. وبيكون كيم بيحاول يوصل للشنطة ولكن موظف الأمن بيمنعه وبيطلب منه يخرج من المحظورة. وبيبعت إيثان رسالة لإيدي وبيعرفه إن في قناص في الجراج وفي إرهابي في رحلة نورث ويند، وبيطلب منه ياخد نورة للشرطة. وبيكون كيم قتل موظف الأمن وبيدخل يدور على الشنطة. وبتوصل إلينا للمطار في نفس الوقت ده وبتطلب من ويليام يخليها تقابل إيثان حالا. وبتطلب منهم يفتشوا كل ركاب رحلة نورث ويند. وبيكون إيثان معاه الشنطة ولكن كيم بيوصل له وبيصيبه في رجله وبيقول له يسيب الشنطة قبل ما يقتله. وبيطلب من القناص يقتل نورة ولكنه بيكون بدل الشنطة بشنطة مختلفة وسابها لكيم ومعاها السماعة. فبياخد كيم الشنطة وبيخرج وبيروح تدي لنورة وبيكونوا شاكين في الرسالة ولكنهم بيشوفوا نفس العربية اللي وصفها قريبة منهم. وبيخرج منها شخص غريب فبيتحركوا بسرعة. وبيقول لها تدي تنزل للشرطة وهو هيتصرف معاه ولكن القناص بيطعنه بسكينة وبيكمل طريقه. وبتدخل إلينا لمقر الشنط وبتشوف آثار الرصاص وبتلغي كل رحلات نورث ويند. وبتطلب من أمن المطار يقفلوا محطة رقم 7 ولكن كيم بيدخل محطة 8 وبيقرر يكمل المهمة بنفسه. وبتحاول نورة تهرب من القناص وبيحاول إيثان يوصل لها ولكن إلينا بتوصل له. وبيقول لها إيثان إنه لازم يروح لنورة ولما بتحاول تقبض عليه بيضربها. وبيقول لها مواصفات كيم ومواصفات الشنطة وبيعرفها إنهم مخترقين كاميرات المراقبة وبيمشي. وبيكون القناص قرب يوصل لنورة ولكنها بتقدر تضربه على دماغه بإزازة وبتفضل تجري لحد ما إيثان بيوصل لها وبيكون القناص هيقتلها ولكن جيمس بيكون قدر يفك نفسه وبيقتله. وبيعرف إيثان منه إن كيم عنده خطة بديلة ومش هيركب رحلة نورث ويند وبيقول له إنه هيركب رحلة واشنطن. وفعلا بيكون كيم وصل لبنت تانية وبتديله شنطة فيها باراشوت. وبتدور إلينا على كيم ولكنها بتدور في المكان الغلط. وبيركب كيم الطيارة ولما بيحاول يحطها في المكان المخصص للشنط بيكون حجمها أكبر منه فبيفهم إن إيثان بدلها. وبتاخدها منه المضيفة وبتعرفه إنه هيستلمها في نهاية الرحلة. وبيحاول إيثان ونورة يوصلوا للشنطة الحقيقية وبيعرفوا الطيارة اللي دخلت فيها الشنطة وبتكون هي نفسها الطيارة اللي فيها كيم. وبتقول إنها تتصل تلغي الرحلة ولكن إيثان بيقول لها إنها لو عملت كده القنبلة هتنفجر على الأرض وهيموت عدد أكبر بكتير. وبيعرفها إنه قدر يعطلها مرة وهيقدر يعطلها تاني لو وصل لها. وبيطلب منها تقول لإلينا تسمح للرحلة تتحرك. وبتعرف إلينا إن الطيارة اللي كيم مسافر عليها موجود عليها عضو كونجرس مهمة وإنها ليها مشروع عايزة تصنع فيه أسلحة نووية ولكن المشروع اترفض وعلشان المستفيدين من المشروع يقدروا ينفذوها يختلوها مع باقي أفراد الطيارة بسم روسي علشان يبينوا أهمية المشروع. وبتطلب إلينا إن الرحلة تتلغي وتتعطل من غير ما حد ياخد باله علشان الإرهابيين ما يتصرفوش بشكل غير متوقع. وبتوصل لها نورة في نفس الوقت وبتطلب منها ما توقفش الرحلة وبتعرفها إن الرحلة لو وقفت القنبلة هتنفجر على الأرض وهيموت عدد أكبر بكتير. وبتفهمها إن إيثان هيقدر يعطل القنبلة من غير ما كيم يعرف وبتعرفها إن دي الطريقة الوحيدة. وبيقدر إيثان يدخل الطيارة وبتاخد إلينا قرارها وبتسمح للطيارة تتحرك. وبيقدر إيثان يوصل للشنطة ولكن لما بيفتحها كيم بيعرف من التليفون إن الوضع اليدوي اشتغل. وبينزل للمكان المخصص للشنط من غير ما حد يلاحظه. وبيضرب إيثان بالرصاص. وبيلاحظ الطيار إن في حركة مش طبيعية وبيبلغ برج المراقبة إن في شخصين مسلحين على الطيارة. وبيقرروا إنهم يرجعوا للمطار مرة تانية. وبيدخل إيثان الشنطة في تلاجة صغيرة ولما بيحاول كيم يفتحها ويفعل القنبلة إيثان بيكون خبى جزء منها. وبيضرب كيم وبيدخله التلاجة الصغيرة وبيرمي القنبلة معاه. ولما بيخرج الغاز منها كيم بيتعذب وبيموت بنفس الطريقة اللي كان هيموت بيها مئات الأشخاص والأطفال. وبترجع الطيارة مرة تانية للمطار وبتكون الشرطة هتقبض على إيثان ولكن إلينا بتوقفهم وبيعرفها إيثان إن السم وكيم في الطيارة. وبتشكره إلينا على شجاعته وبتطلب منه يتواصل معاها بعد ما يتعافى من إصابته. وبعد سنة بنشوف نورة وإيثان وبنتهم مسافرين لتده من نفس المطار ومعاهم جيسون وروشيل. وبيتقبل إيثان في أكاديمية الشرطة أخيرا. ولحد هنا بيكون خلص ملخصنا النهاردة وبنتعلم منه إن الإنسان مش لازم يستسلم أبدا. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.